وحشتوني جدا 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 جدا. انا عارفه ان انا اتاخرت جدا. انا كنت قايله لكم ان انا هوقف فتره، قلت لكم كده في بوست. تمام، قلت لكم ان انا هوقف فتره عشان الامتحانات وكده، وانا عارفه انكم طبعا بتقدروا جدا. اي نعم، هي الفتره سرحت مني افورت سيكا، ولكن صدقوني غصب عني، يعني كان عندي امتحانات وبعدين جت ظروف وكده. المهم سيبكم من كل ده. انا دلوقتي تمام وراجعين ان شاء الله بقوه، وهنستمر او مش هنستمر او مش عارفه، بس هنحاول نستمر كلنا. تمام. فيديو النهارده مميز، ولكن قبل ما اقول لكم ايه دنيا الفيديو، سبسكرايباتك ولايكاتك وكومنتاتك والشير بتاعك والليله كلها. طبعا انا عدت فايه لازم تشهيصوني عشان شهيصكم. تمام. طيب، الاباء والامهات ليهم دور مهم جدا، وكمان المعلمين او المدرسين، وهدفهم انهم يعرفونا ويعلموا الاطفال كل حاجه، بمعنى كل حاجه. يعني لو ما كناش هنتعلم منهم هنتعلم من مين؟ تمام. والنهارده هنتكلم عن حبه حاجات عرفتهم كنت فاكرهم صح وهم غلط. تمام. اهلا بيكم في قناتي مره تانية. النهارده هنعرف اشهر كذبات كنت فاكرهم صح. انتشر عند الاهالي انهم يقولوا ما تطرقعوش صوابعكم والا هيجيلكم التهاب في المفاصل، ولكن الموضوع ده ملهوش اي اساس من الصحة. مفيش حاجة صريحة او حاجة في الطب بتقول ان ما ينفعش تطرقع صوابعك. الطرقعة اللي هي دي، انا بطرقع كتير ماشي. ما ينفعش تطرقع صوابعك عشان هتجيب لك التهاب في المفاصل. مفيش حاجة قالت كده، مفيش حاجة دايركت قالت كده. يعني ده بس الاولياء الامور او كده بيقولوا كده عشان احنا منطرقعش صوابعنا. كمان في دراسات كتيرة جدا اتعملت على ناس، مجموعات ناس كتيرة جدا لمدة شهور وايام وسنين. تمام. عشان يشوفوا اذا كان فعلا طرقعة الاصابع بتجيب التهاب للمفاصل ولا لا، وكانت النسبة كلها انه لا، ما بتجيبش التهاب للمفاصل. وفي دكتور مهم جدا نشر بحث سنة 98، كان منزل فيه ان هو بقى عنده 50 سنة. تمام. وال50 سنة بيطرقع صوابعه، وكان بيطرقع صوابع الايد الشمال بس. الايد الشمال، الايد اليمين ما كانش بيطرقعها خالص. تمام. وبعد ما ال50 سنة عدت، عمل فحوصات وكده عشان يشوف في التهاب ولا لا في المفاصل في اي ايد من الاتنين. اتضح انه مفيش اي التهاب ولا في الايد اليمين ولا في الايد الشمال. يعني الموضوع ده اي كلام، يعني مش صح. بس يعني بيني وبينكم كده نحاول ما نطرقعش صوابعنا. يعني ما اعتقدش ان احنا هنستفيد اي حاجه، يعني خلاص احنا احتياطي احسن يكون ليها ضرر. بلاش نطرقع صوابعنا. والكلام ليكي. حاضر. من اغرب الاساطير الموجوده ومنتشره بينا ان لو واحد بلع اللبانه، تمام، هتفضل في بطنه سنين. في ناس قالت 4 سنين، وفي ناس وسعت منهم سيكا وقالوا 7 سنين. ولكن الحقيقه هي ان اللبانه مش بتفضل في المعده طول الوقت ده، ويوم ما تفضل ولا تطول ولا يعني تبقى قعدت في بطنك اخرها اسبوع. الانزيمات الموجوده في المعده طبعا بتفتت اللبانه، بتفتت كل محتويات اللبانه، فطبعا مش هتبقى موجوده في بطنك سنين. ولو كانت هي او غيرها بيقعدوا في المعده طول الوقت ده، اعتقد ان كان هيبقى
مصيبة كارثية، لان البواقي اللي هتكون موجودة في المعدة هتكون كبيرة جدا. يعني مثلا كل ما ياكل لبان وابلعها بالغلط، يعني مثلا لو كل سنة تمام بلعت البانة كده، وشوف مثلا وصلت ل20 سنة واللبان متخزن جوه بطني، كانت هتبقى كارثة. والطب كان هيهتم بالموضوع، يعني مش هتبقى مجرد حاجة بيقولوها الآباء ان انت ما تبلعش اللبان. لا، هو ده ملوش اي علاقة بالواقع ولا اي علاقة بالطب. عادي بلع اللبان مش هيضر في حاجة، ولكن ما نبلعوش يعني. مفيش اي حاجة او اي دليل او حاجة طبية بتقول ان الانسان لازم يشرب 8 كوبايات مية في اليوم على الاقل. طبعا كلنا اتعلمنا في المدرسة ان 75% من جسم الانسان هو مية، تمام. واننا لازم نشرب على الاقل 8 كوبايات مية عشان يعني المية متنقصش من الجسم وكل الكلام ده. ولكن كل الكلام ده غلط خالص. مفيش حاجة بتقول كده. وكمان حابة اقول ان في جسم الانسان مفيش مية بصورتها الاصلية، يعني مش هتلاقي شوية مية مثلا في دراعك مفيش حاجة كده. هما بس بيكونوا متجمعين في الدم، بيدخلوا في تكوين الدم وفي حاجات تانية كتير، تمام. يعني مفيش مية صريحة، تمام. فحتى مش لازم نستمد المية من المية نفسها. يعني مثلا لو اكلنا بطاطس، البطاطس فيها 80% ميه، البطاطسايه 80% من مكوناتها ميه. يعني لو كلت بطاطس كاني شربت ميه برضو، تمام. الموز مثلا 74% من الموز ميه. يعني انا ممكن اخد الميه في حاجات تانية كتير، مش لازم في شرب الميه النقيه، الميه اللي هي بشكل مباشر. كمان طب يا انجي نشرب قد ايه؟ او يعني اشرب مثلا كوبايتين ولا كام كوبايه في اليوم؟ احب اقولك ان مفيش حد او مفيش تصريح علني يقول اشرب كذا، يعني اشرب مثلا 5 كوبايات او كده. لا، مفيش حاجه كده. يكفي انك تشرب لحد ما تبقاش عطشان، بس كده. يعني انت مش مضطر تشرب عدد معين او تتقيد بحاجه معينه. ولكن يعني شرب المية حلو، واذا كانش هيفيدك فهو مش هيضرك. فلو بتحب المية اشرب براحتك. انا عن نفسي اليوم كله بشرب مية، فاشرب مش هتخسرك حاجة. فكرة ان التيران بتخاف من اللون الاحمر، دي حاجة ملهاش اي علاقة بالطبيعة. يعني مفيش حاجة تقول كده. التيران مش بتخاف من اللون الاحمر ولا اي حاجة يا جماعة. التيران عندها اللون الاحمر زي الاصفر زي الاخضر زي الازرق زي اي لون تاني، تمام. ولكن هي لما بتهاجم الشخص الموجود في الحلبة بتهاجمه لمجرد حركاته الغريبة ويعني نقدر نقول ان هو بيحاول يخوف الدور بان هو بيحرك الحاجة اللي ماسكها دي، وغالبا بتكون لون احمر لان احنا اعتقدنا ان هو بيخاف من اللون الاحمر، فهو بيهاجمه. لكن لو جرب مسك واحدة باللون الاصفر مثلا هيبقى نفس تفاعل الطور، نفس الخضة او الجري وراه او كده. من الحاجات الموجودة جدا ومنتشرة بينا ودايما يعني نعرف ان هي بتتقال، ان الخفافيش عامية. يعني انا شخصيا سمعت الكلام ده كتير. بحب اقولك الخفافيش مش عامية ولا اي حاجة من الموضوع ده. الخفافيش مش عامية ولا مفيش. يعني عملوا دراسات كتير وعلى انواع كتير من الخفافيش، من فصائل الخفافيش، مع العلم ان فصائل الخفافيش اللي اكتشفناها تعدي اكتر من 1000 فصيلة. ومفيش اي فصيلة بشكل عام عامية. يعني مثلا مفيش المجموعة دي عامية، لا مفيش كده. لو واحد اعمى بالصدفة ده عادي، لكن مفيش فصيلة معينة بتكون عامية، وده معناه ان الخفاش مش اعمى خالص. رغم ان الموضوع مش محتاج الضجة دي كلها ولا محتاج ابحاث والليلة دي، ولكن حوار ان الحواس 5 بس ده مش صح. ليه؟ عشان ابسط حاجة الانسان ما عندوش بس 5 حواس. يعني انت عايز تفهمني ان انت بس بتشم وتدوق وتشوف وتلمس وتسمع؟
بس هي دي كل امكانياتك؟ لا طبعا. الانسان عنده حواس تانية كتير. تعال نفكر بمنطقية. زي مثلا ان الانسان بيشعر بالالم، يعني لو ضربت حد هيشعر ان هو تعبان، حاسس بالالم، تمام. الوقت، بيشعر بالوقت، يعني قاعد دلوقتي هيبقى حاسس احنا صبح ولا ليل، مش بالظبط الوقت بس يعني كمجمل، تمام. بيشعر بالضغط، لو انا حطيت حد تحت ضغط اللي هو لازم تعمل كذا في كذا يا اما هعمل لك كذا مثلا يعني، ماشي. هيبقى حاسس ان هو مضغوط. كل دي الشعور بدرجة الحرارة. الانسان لما بيبقى حران بيبقى حاسس ان الجو حر، مش بيبقى متهيأله، تمام. فاهو كده كل دي حواس تانية كتير. وده اكبر حاجة تدل الانتشار الفظيع ان الانسان عنده 5 حواس. دي اكتر حاجة تدل ان الناس بتنقل كلام وخلاص. يعني انا سمعت من حد ان الحواس 5 او المتعارف عليها 5، ف انتشرت في كل الناس. يعني انا اتحدى ان اي حد ما يكونش عارف المعلومة دي قبل كده، كلنا عارفينها وسمعناها من صغرنا. ولكن احب اقولك ان حواس الانسان مش 5، وحواس الانسان اصلا ما تتعدش. بس كده. انا بجد مبسوطه بالعوده. انا عارفه ان انا كساليه سيكا واتاخر في الفيديوهات سكتين 3، ولكن بجد 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 هحاول انتظم جدا. انتظروني في حاجات تانية كتير، فيديوهات تانية اكتر، تمام. بحبكم جدا واحد واحد. شكرا اننا وصلنا 6000 سبسكرايب، تمام. ده رقم بالنسبه لي، يعني متخيل تبقى قاعد مثلا قاعد في اوضه وفيها 6000 شخص مثلا، فدي كمية كبيرة بالنسبة لي. شكرا ليكم. لو انت بالصدفة مريت ووصلت لحد هنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة. وانا بحبكم جدا ومش عارفة اقول ايه، وشكرا ليكم بجد واحد واحد على كل السبسكرايبز اللي عندي دي. بحبكم جدا وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. اي حد عنده اي افكار يقولي في الكومنتات. بحبكم.